صباح او مساء الورد على حسب ظروف دليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ازود برنامج تعال ما اقولك. النهارده هنتكلم على واحده من اهم الحرف اليدويه اللي بدات تندثر جدا في مصر، بس شغلها عالي جدا. شغل الكروشيه. شغل الكروشيه ده بيعتبر من اجمل الحرف اللي بيبان فيها حرفه الصانع نفسه، لانها بتعتمد 80% منها على مهاره وحرفه اللي بيعمل الكروشيه ده. شفت كذا حلقة ليهم وشفت كذا منتج ليهم، لكن خبطت في واحدة من أجمل الصفحات على الفيسبوك لواحدة اسمها مي كروشيه. دخلت معاها وتواصلت معاها وشفت الكومنتات اللي عندها، زي ما حضراتكم شايفين كومنتات جميلة جدا وكلهم بيشكروا فيها. بس طبعا ما ينفعنيش كومنتات، قلت لازم اجرب في نفسي. دخلت وتواصلت معاها وطلبت منها كذا عينه كده عشان ابدا ان انا اتكلم فيهم، بس ما قلتلهاش بقى ان انا لا صانع محتوى ولا اي بطيء، بس دخلت ان انا اتكلم عادي. جبت العينات وهوريها لكم فيديو مفصل ليها. الشغل بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين في الصور. لا الشغل جميل جدا 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 وعالي جدا جدا، ودقة الغرز روعة. واتكلمت معاها عن الخامات اللي بتستخدمها، قالت لي انها بتستخدم خامات تركية اسمها هيمالايا. دي خامات درجة واحد اللي هي ما بتخليش الحاجة توبر ولا بتغير لونها. في خامات تانية اقل منها سنة برضو خامات تركية بس مش هيمالايا، هي برضو بتستخدمها عشان تقلل في السعر سنة. لكن في بقى خامات مصرية او خامات مستواها مش حلو هي ما بتشتغلش فيها خالص، هي بتشتغل في نمرة واحد اللي هي الهيمالايا، او خامات تركي اقل منها سنة لكن لا بتوبر ولا بتغير صوت ولا بتغير لون. سوري اسف. اهم حاجة في طريقة استخدام الحاجات دهيت ان الغسيل بتاعها لازم يكون بمية ساقعة، والغسيل يدوي طبعا ما بيكونش في الغسالة. تاني حاجة لما بتتكوي بتستخدم بمكوى بالبخار وعلى أقل درجة. لو مفيش مكوى بخار بتستخدم بالمكوى العادية، بس لازم يكون فيه بودرة علشان الشغل ما يبوظ أو الكلام ده. وطبعا في كل الشغل الألوان اللي حضرتك بتختارها هي اللي بتصنعها. وانا هسيب لكم صورة البيج بتاعها باسمها ورقم تليفون زمايلي لو حد حب يتواصل معاها، واسيبكم مع الفيديو التفصيلي للعينات. زي ما احنا شايفين اهو، ده مثلا باريه. بصوا التقفيل من جوه ومن بره، يعني كده التقفيل من بره. العقدة نفسها جميلة، القفلة نفسها حلوة اهي كل حاجة. ولما نجيبه لكم من جوه نفسه، لما نقلبه مثلا من جوه لبره اهو، التقفيل نفسه تمام جدا مفيهوش اي حاجة. تقفيل خامات روعة زي ما قلنا، دي خامات هيمالايا تركية. تقفيل بسم الله ما شاء الله رائع. انا قلت ان انا اجربه بنفسي علشان اشوف الدنيا فيه عاملة ايه. لا لقيت ان هو بسم الله ما شاء الله لا ولا في كلمة حاجة. ده الباريه مثلا. وبرضو هنا ممكن نشوف ده الايس كاب. ايس كاب العقدة نفسها جميلة، الغرزة نفسها جميلة جدا. تقفيل بسم الله ما شاء الله برضو لما نقلبه من جوه لبره تحس ان مفيش فرق بره عن جوه، كل الغرز طالعه جميله جدا جدا. لا والخامه حلوه بسم الله ما شاء الله. انت هو المفروض ان هو كده معدول، يعني هو كده المفروض ان هو معدول، يعني هو راسه اهي. لا لما نقلبه كمان من جوه او لبره ولا كأن في اي حاجه. بسم الله ما شاء الله التقفيل يعني فوق ال10 على 10، فوق النمره واحد. ودي السكارف، يعني هي استاذه مي يعني قالت لي ان المفروض ده الوش وده الظهر، بس انا بصراحه مش شايف فرق. يعني هو بسم الله ما شاء الله حاجه فوق الوصف، حاجه جميله جدا جدا جدا. استخدام رائع للابره بتاعت الكروشيه. الغرزه نفسها مفيش حاجه اوسع من حاجه، اللي هو تحس ان هو مش صناعي يدوي ابدا، يعني حاجه جايه من بره. بسم الله ما شاء الله حاجه روعة 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 روعة. وزي ما قلنا في الفيديو الغسيل بتاعه بيبقى بالمية الساقعة طبعا، مش بالمية الباردة خالص. والمكوى بتاعته بالبخار، مكوى بالبخار. ولو مفيش مكوى بخار يبقى مكوى عادية على أقل درجة، بس باستخدام فودرة، لازم استخدام فودرة. هنا زي ما احنا شايفين ده المفرش، حاجة بسم الله ما شاء الله فوق الدرجة واحد. حتى العصافير بتاعتي موافقة عليه، حاجة روعة 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 روعة.
بعد ما اشوف الشغل انا شخصيا منبهر بيه جدا 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 جدا. وعلى فكره انا طلبت منها العيال الاثنين. لو حب حد يتواصل معاها او يشتغل معاها انا هسيب لكم في الكومنت في الديسكريبشن رقمها ورقم الصفحه بتاعتها. واشوفكم دايما على خير. وبس كده. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه. بصوا على المصادر. وبس كده يا سيدي.